تعالي اقولك بقى ب350 جنيه تقدري تجيبي ايه. هتجيبي مشتريات من عند بتاع الفراخ هتكفيكي طول الاسبوع. يلا بينا نبدأ الفيديو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وفي احسن حال. يوم جديد وفيديو جديد وروتين جديد، والنهارده الفيديو مشتريات. اخيرا بعد فتره كبيره قوي، بقالي كتير قوي ما عملتش معاكم مشتريات من السوق. يلا بينا بقى النهارده نشوف جبنا ايه مع بعض. وطبعا ما ننساش نحط اللايك للفيديو، وما ننساش نشترك في القناه لو لسه مش مشتركين، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا بنزله. عايزه اعرفكم بنفسي، انا نور عماد ودي قناتي. هقدم معاكم روتين وتنظيفات ورغاوي وتنظيفات عميقة، حاجات هتعجبكم جدا، مشتريات فلوجات، حاجات هتعجبكم جدا الفترة الجاية قوي، بما اننا كمان داخلين على العيد الكبير. فعندنا كمان مشتريات، عندنا تنظيفات عميقة كتيرة جدا، عندنا كمان تنظيفات صيفية. بإذن الله كل يوم هننزل مع بعض روتين ونمشي عليه سوا، نعمل مع بعض كده خطة نوفر بيها مصروف البيت شوية، خطة كمان للتنظيفات. ويلا بينا نتابع الفيديو بتاعنا النهاردة ونشوف ب350 جنيه هنقدر نعمل ايه. اول حاجة كده جبت حاجات من عند بتاع الفراخ، وبصراحة ما دخلتش اسماك ولا اي حاجة، اختصرت كده وقت وجبنا حاجات من مكان واحد. اول حاجة جبت كبد وقوانص، جبت كمان وراك، جبت كمان اجنحة، جبت كمان هياكل. تعالوا بينا بقى ايه نفضي كده الحاجة بتاعتنا في الاطباق علشان ننضفها كمان مع بعض، ونرصها كده مع بعض، وكمان ندخلها الفريزر. بص بقى ما شاء الله، الله اكبر، الكبد والقوانص حاجة كده تفتح النفس. ما شاء الله شكلها حلو قوي، وكمان حجمها كده مناسب وكبير، وما شاء الله حلوة يعني. كمان الوراك برضو ما شاء الله نظيفة، وشكلها بصراحة يعني يفتح النفس. يلا بينا بقى، انا بصراحة مش عايزة احط اي حاجة في التلاجة من غير ما تتغسل. فقررت بقى النهاردة اللي انا اقف كده نغسل مع بعض الفراخ، ونغسل كمان بقية المشتريات بتاعتنا يعني، ونشوف بقى هننضفها ازاي. طبعا في بنات كتير بتكون لسه مثلا متجوزة جديد، ما دخلتش المطبخ كتير، ما تعرفش في الحاجات دي قوي. فيلا بينا بقى ايه نشوف هننضف مع بعض الورقة ازاي. طبعا في مننا كتير قوي يعني الحاجات دي بالنسبة لهم سهلة وبسيطة وما فيهاش اي حاجة، بس انا قلت ايه ارتب كده افكاري يعني، واشوف ايه هعمل ايه معاكم. وكمان يعني قلت اشجعكم لو انتوا بتجيبوا الحاجة وتحطوها في الفريزر كده على طول، فلا يلا بينا بقى ننضفها سوا ونشوف هنرتبها ازاي. اول حاجة كده عملتها شطفت الفراخ، الوراك شطفة كده كويسة. طلعت بقى الجلد اللي هو الابيض دوت، الشفاف ده اللي ما بين الجلد واللحم طلعته. طلعت كمان، اللهم صل على النبي، اللي هي شكل الكبده اللي بيبقى في الوركه من ورا دي. كل ده طلعته لان دي اصلا بتكون مليانه سموم مش صحيه جدا، فدي كمان غلط اللي هي تتاكل. كل ده نضفته وطلعته. وكمان جبت الوراك قسمتها نصين، لان ما شاء الله الوراك دي كبيره، وكمان انا يا اما هشويها يا اما هعملها في كبسه، فكده كده لازم هقطعها، يعني لازم هقطعها نصين. حطيتها بقى هنا شوية دقيق وشوية ملح ومية، وركنتها كده في الطبق، اسيبها بقى منقوعة كده شوية حلوين لحد ما انضف باقي الاكل بتاعي. هنا بقى جبت كده الاجنحة دي، وبرضو زي ما انتوا شايفين كده جبت الطبق بتاعها، حطيت شوية مية وشوية كمان دقيق، وهسيب بقى ايه الاجنحة تتنقع فيها كده. كل جناح هحطه اسيبه ايه يتنقع فيها ايه لحد ما اخلص خالص بقية الكمية. هنا بقى لو في اي شعر زيادة كده بشده بالسكينة، وكمان بقطع الحتة اللي في اول الجناح دي، برضو بتكون زفرة، فمش مستحبة خالص ان هي تكون موجودة وملهاش لازمة اصلا، فشيليها احسن. هنا بقى نضفت كده الاجنحة كلها، وزي ما انتوا شايفين بقت زي الفل اهي. هحطها بقى في المية بالدقيق وهسيبها تتنقع لحد ما اخلص اللي بعده. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه تاني. هنا كمان بقى هتجيب، اللهم صل على النبي، الهياكل. والهياكل انا بجيبها ليه؟ بجيبها علشان الرقبة. عندي العيال بيحبوا الرقبة دي بطريقة يعني ما تتخيلهاش، فبحاول كده مثلا لو حتى انا هدخل كيلو واحد او 2 كيلو في وسط المنيو بتاعي، علشان يعني اعملها لهم في مرة. برضو شلت كده الحتة الأولانية اللي بتكون في الجناح دي. وهنا طبعا الجناح في الهياكل بيكون كبير شوية، لأن بيحطوا معاه جزء كده من الكتف بالظهر يعني، فبقسمه بقى ايه نصين. وكمان الرقبة برضو بنضفها. وبصراحة أنا الرقبة عندي بشيل منها الجلد كله، يعني بيبقى مليان شعر كده صغير كتير، واحنا اصلا ما بنحبش السمين قوي يعني ملناش فيه. فبصوا بقى بنضفها ازاي. الورك بقسمه نصين، والرقبة بطلعها كده ايه من الجلد بتاعها.
طبعا لو بتحبوا السمين والجلد وكده وليكوا طولة بال تقعدي تنضفي الرقبة، فطبعا ليكوا حرية اختيار في الحتة دي. هنا بقى خلاص بقى سبت كمان الهياكل تتنقع في مية ودقيق، وهخش بقى على اللي بعده. اصعب مرحله يا جماعه هعدي فيها النهارده الكبد والقوانص، اكتر حاجه بتاخد وقت. طبعا بتطلعي اي دم شايفاه في الكبده، هتقسميها نصين ان هي تبقى، هي اصلا بتبقى جزئين كده. نخش بقى على القلب كده الصغنون ده، بنشقه كمان بالسكينه ونطلع منه الدم اللي جواه. بيكون فيه كده دم، وكمان بيكون فيه حاجه بيضه كده يعني، اللهم صل على النبي، حاجه بيضه كده بتبقى مخرومه يعني من النص، مش عارفه اوصفها لكم ازاي، بس دي برضو بتكون فيها دم فبتشيلوها خالص احسن يعني. هنا بقى اجيب الكبد والقوانص، وطبعا في جزء كده في الكبد والقوانص بيتشال خالص، اللي هو الجزء اللي من تحت ده بيتشال خالص. وبتشقي بقى كده الكبد والقوانص وبتكحتيها بقى كويس قوي بالسكينه علشان تطلعي اي حاجه جواها مش مستحبه. فطبعا كحتيها شويه كده حلوين، واحده واحده كده تحت الحنفيه بتنضف معاكي على طول. هنا بقى قلت اقطع الكبد والقوانص لان دي اللي انا هعملها النهارده، وكمان قلت عشان حتى لو كنت هشيلها برضه كنت اقطعها بحيث ان انا اطلعها من الفريزر على عمايل على طول، ما استناش اقطع بقى ولا استناها تفك ولا الكلام ده كله. يا دوبك هتفك بشويه ميه بملح على طول. اي نوع فراخ يا جماعه بيفك بميه بملح، ميه بملح هتلاقي الحاجه معاكي بتفك بسرعه. جربيها وهتدعيلي. هنا بقى غسلتها كويس جدا، شطفتها مرة واتنين، عصرت عليها ليمونة، وحطيت كمان شوية دقيق، وهسيبها بقى تتنقع شوية حلوين كده مع نفسها. وبعد كده اخدهم كلهم اشطفهم. وبعد كده بقى عايزة تغسليهم بمية بملح وليمون، دي مرحلة تانية لغسيل الفراخ. تمام. عايزة تشيلوهم في التلاجة ولما تيجي تطلعيهم تنقعيهم بمية بملح بليمون برضه تمام. بس النقطة دي صدقوني مهمة جدا، مية بملح بليمون. يقعدوا كده حوالي ربع ساعة ولا نص ساعة منقوعين فيها، هتلاقي الفراخ عندك بصي زي الفل. طبعا مش محتاجة اوصف لكم يعني، انتوا شايفين بنفسكم. طلعت بقى كده الحاجة بتاعتي وصفتها كويس. بصوا بقى الوراك ما شاء الله شكلها حلو ازاي، وبيضة كده ونضيفة ازاي. وكمان اللهم صل على النبي طبعا سايبه معاها الليمون، وهشيلها في الفريزر كده بالليمون بتاعها عشان لما اطلعها تفك يعني، اعصر عليها الليمون واسيبها ايه منقوعه فيه شويه. وبعد كده ابدا بقى اتبلها واعملها للوصفه اللي انا عايزاها. هنا بقى الكبد والقوانص قطعتها زي ما انتم شايفين، وبصوا القلب كده نضيف ازاي من جوه. اهم حاجه تشقوا القلب، الناس اللي ما تعرفش المعلومه دي فبفكركم بيها تاني، شقوا القلب اللي بيكون مع الكبده ونضفوا اي تجمع دموي جواه. هنا بقى بصوا اللهم صل على النبي، الوراك ب95 كيلو، الأجنحة ب70 كيلو، الهياكل ب35 كيلو. فهنا بقى اللهم صل على النبي الكبد والقوانص ب120 علشان الكبد والقوانص والأجنحة الاتنين ب190. والوراك جبت ب125، هو زيادة طبعا عن الكيلو لان ما شاء الله الورك يعني كبير مش صغير. والهياكل الكيلو ب35. قوليلي بقى ايه رأيكم في ميزانية النهاردة كده ومشتريات النهاردة. وطبعا المشتريات دي هتكفي معاكي طول الاسبوع، مش هتحتاجي تجيبي فراخ تاني ولا اي حاجة تاني. طبعا عندك هو 4 حاجات، 4 اصناف يعني 4 ايام. عندك بقى ممكن ال3 ايام التانيين باقي الاسبوع تمشيها اي حاجة، مكرونة وبطاطس محمرة وبيض مسلوق، رز بعدس وشوية صلصة كده جنبه. ممكن كمان تعملي كشري مصري، وده طبعا أكلة يعني محبوبة عند الجماهير، كلنا بنحب الكشري المصري. ممكن كمان تعملي مثلا شوية فول بقوطة، شوية شكشوكة، شوية مثلا بابا غنوج. بس كده الفيديو بتاعي خلص، ودي أفكار النهاردة.